5 انواع لمشجعين الكرة المحنكين. لو انت مش مصري لازم تفهم ان المحنك ده يختلف عن المحنك. المحنك ده اللي بيفهم بجد وقارح في الشغلانه، اما المحنك ده اللي بيحاول يقنع الناس انه فاهم بس هو على الله حكايته. يلا نبدا بسم الله. النوع الاول خالف تعرف. اول نوع محنك معانا دايما ماشي عكس الاتجاهات. المثل بيقول الشباك اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. اخونا ده مش بيسد الشباك، لا هو بينط من الشباك عشان يتقال عليه الفهمان اجمد واحد على وجه البسيطه. لو انت مشجع للنادي في الكالتشيو غالبا مش هتخرج عن 4 أو 5 انديه معروفين. هو تلاقيه بيقول لك انا بشجع بولونيا او كالياري. لو متابع الليجا اكيد مش هتشجع نادي غير مدريد او برشلونه او اتلتيكو، لا هو محنك بيشجع اتلتيك بلباو. ومنيعين اسطورته المفضله. بريمير ليج بيشجع توتنهام، النادي الوحيد اللي في التوب 6 اللي عمره ما بينافس على اي حاجه. اكمنه بيحاول يقنعك انه ما بيشجعش انديه عشان خاطر بطولات. هو نوع كده سبماسيف بيحب يتكلبش ويتكربك. دييجو سيميوني هو المدرب الاعظم في التاريخ، ومنتخب كولومبيا افضل من البرازيل نسبيا. الدوري البرتغالي بالنسبه له لازم يصنف اعلى من البوندسليجا والدوري الفرنسي. هم دوريات فلاحين بس مش لدرجه البرتغالي. النوع الثاني تمساح التحليل. عمره ما بيعرف يتكلم زي البني ادمين ابدا، لازم يظرف لك مصطلح في نص الكلام عشان يبين انه كان بيرضع كوره. ما يقولش مهاجم او راس حربه، بيقول اللاعب رقم 9. ما يصحش يقول صانع العاب، بيقول اللاعب رقم 10. ينفع يقول محور او لاعب خط وسط؟ لا بيقول لك اللاعب رقم 8. كلمات زي بوكس تو بوكس وشاد سترايكر وبول تو هاند هتسمعها منه طول الوقت حتى لو مش في محلها. المهم يبان انه فهمان. ده اللي كان بيصحى الساعه 6 الصبح يوم ماتش الاهلي والزمالك يتفرج على استوديو مدحت شلبي لحد ميعاد الماتش. برنامجه المفضل هو حصاد الاسبوع. جملته المفضله هي اهم حاجه اننا خدنا ال3 بونت. ما بيعترفش بالبالون دور لانها بالتصويت، عشان كده الحذاء الذهبي انضف واكفأ من البالون دور كجائزه فرديه. اراء الاسطوره رضا عبد العال بالنسبه له حقيقه مطلقه. ممكن يشكك في وجود الجاذبيه بس ما يشكش لحظه في راي او توقع للاسطوره رضا عبد العال. قبل ما نخش على النوع الثالث رجاء لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تساعدني اقدم محتويات اكتر. نخش على النوع الثالث الاندردوج، بين قوسين الحصان الاسود، اللي هو غالبا بيتركب في الاخر من اللي يسوى واللي ما يسواش. وده هتلاقيه ناطط في كل دوري. الانجليزي بيشجع تشيلسي، الايطالي بيشجع روما، الاسباني بيشجع اتلتيكو مدريد، الالماني طبعا دورتموند، وفي فئه جديده ظهرت كده بيشجعوا ليفركوزن، والفرنسي بيشجع موناكو. مش بالضروره يكون بيشجع الانديه دي بعينها، يعني لو تشيلسي مثلا عامل موسم اسطوري هيكسب البريمير ليج هتلاقيه بقى يشجع ايفرتون مثلا. هو هدفه هنا زي اي محنك بيشجع فريق ما بياخدش بطولات بشكل منتظم لزوم الكاريزما. بيكره ريال مدريد ومانشستر سيتي كره العمى عشان هم اللي مسيطرين بشكل مستمر. كان بيكره برشلونه في حقبه ميسي لكن دلوقتي متعاطف معاهم. واعرف ان النوع ده لو في يوم من الايام بدا يشجع برشلونه يبقى النادي ده وصل للقاع. النوع ده اللي بيقول انا مش متابع البريمير ليج بس بميل للارسنال. في دوري الابطال انتر ميلان احسن حصان اسود بالنسبه له. النوع الرابع عايش على الماضي، طبعا بدون هري كتير، واضح انه مشجع للميلان واليونايتد. مش الناس القديمه اللي قلبها اتعلق بالنادي وشجعوهم بجد عشان حبوا الكوره بسببهم. ما تنساش اننا بنتكلم على المحنكين. دي الناس اللي عايشين على اطلال ميلان 2007 ويونايتد 2008. مش بالضروره حضروهم، هم غالبا اتفرجوا على هايلايتس قديمه على عده صيني وخلاص كده انا واثق من العوده للمجد. واحد مثلا دور على الاكثر تتويجا بالابطال لقى ريال مدريد، قال عادي الريال كده جامد. نزل تحت شويه لقى الميلان معاه 7 ابطال، قال يا بوي النادي اللي ما بيصعدش الابطال ده اصلا معاه ابطال اكتر من البايرن وليفربول. بص على الاكثر تتويجا بالبريمير ليج لقى اليونايتد ب 13 لقب، قال يا بوي النادي اللي بيدربه بوحه الصباح ده الاكثر تتويجا. بس خلاص خلصت هو ده. انا هنا بتكلم عن المسمى الحديث للدوري الانجليزي عشان ما يجيليش محنك ويقول لي مش 13 بس، انا عارف الاشكال دي كويس. وتلاقيه لحد دلوقتي مش عارف ليه جماهير اليونايتد بتكره ليفربول اكتر من مانشستر سيتي مع انهم المنافس الاول على البطوله وديربي وحكايات كبيره كده. بدون نقاش مالديني اعظم مدافع وقائد في التاريخ، شيفتشينكو اكتر لاعب اندر ريتد في التاريخ، وجوارديولا وانشيلوتي يمسحوا الجزمه للسير اليكس فيركسون. النوع الخامس والاخير جاي من هنا يقرفنا هنا. النوع ده مضحك شويه. عارف انت ال3 انديه اللي بيصعدوا من الدرجه الثانيه كل موسم؟ سبحان الله بقدره قادر بيظهر لهم مشجعين من تحت الارض كل موسم. نادي عمرك ما سمعت عنه، اللعيبه اللي فيه بياخدوا اجرهم بالاجل، صعد بالصدفه للدوري الممتاز وعينك ما تشوف الا النور. فولهام بالعربي، محبين نوتنغهام فورست، مشجعين ليستر سيتي في الوطن العربي، لوتن تاون بالعربيه، جيرونا نمبر 1، وحاجات تانية كتير. والله في نادي لسه صاعد بريمير ليج مش عارف اقرا اسمه لحد دلوقتي، ولقيت 4 صفحات فيسبوك على الاقل باسمه. طبعا النوع ده مش مشجع حقيقي للانديه دي، هو لاجل الضحك والتقليد بس. بيقلدوا صفحات زي ريال بيتيس بالعربيه وولف ساركازم، بس بيحاول يقنعك انه بيشجع النادي ده بجد وبيغطي المباريات وكده. ولما تيجي تساله سمي لي 5 لعيبه بس في فريقك يعطل ويهنج ويبدا يتكلم بالصيني. وفي النهايه احب اقول لكم تحنيكم براحتكم يا اخواننا، الفيديو هزار والكره للجميع. دعواتكم لاهلنا في غزه. لايك وسبسكرايب واشوفكم الفيديو الجاي.